الموضوع طلع اصعب مما كنت اتخيل. ايه الهدة دي؟ قطمة ظهر وهدة حيل. غير ان هي محتاجة يعني استقنياس كده، محتاجة ان انتي تبقي بالك رايق عشان تقعدي تطبقي وترتبي وتهندمي. وطبعا هتشوفوا كل حاجة داخل الفيديو، فصلي على النبي في سرك كده يا ست الكل، وادخلي برجلك اليمين وشمرك مامك الحلوين، وحطي اللايك الجميل بتاعك عشان تشيصلي النفسية، وشيري الفيديو في كل مكان عشان دعمك يوصلني. ولو اول مرة بتشوفيني على عيلة نور، تتابعي معايا اللي جاي ونكمل مع بعض. اشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغرطة من قناتي، اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئة الله هقدمه معاكي الفترة الجاية. بصوا بقى، انا بصراحة يعني كان في تخطيطاتي كده ان انا عايزة اغير المفرش اللي هو لونه النبيتي في ذهبي ده، بس الحمد لله ما باليد حيلة، مش هقدر ان انا اعمل كده دلوقتي. ففرشته زي ما هو وخلاص بقى. انا طبعا كنت مطبقاه كله اول ما فضيت الدولاب قبل ما انقل، واخدت كل المفارش اللي كنت رصاها يعني في الرفوف بتاعتي، او اللي تبقى منها بعد الاولاد ما لعبوا وخربوا وقطعوا وعملوا كل حاجة. خدتهم وطبقتهم وعينتهم معايا. قلت ايه، لو اتزنقت معايا قوي ومعرفتش ان انا انزل اجيب واحد جديد مش مشكلة، هفرشه وخلاص. فابتديت ان انا اشتغل بيه زي ما انتوا شايفين. المهم، انا الصراحة ما كانش عندي جلانس، الله يبارك له عموري او تيتوية، يعني لعبوا في الازازة وفضوها كلها. فاخدت البخاخة بتاعتها وحطيت فيها مية، وحطيت فيها غطيين من الديتول. وطبعا انا مش برش خالص على الخشب، كل اللي بعمله بختين كده على الفوطه وببتدي المع الخشب معايا، خليت ريحته زي الفل، واي ترابه كمان اتشالت معايا. المهم يا اخواتي، زي ما انتوا شفتوا كده، يعني لفيت الدفايات رول كلها وخليتها بقى في الرف اللي فوق ده كلهم مع بعضهم. كنت الاول ايه مسحوله نفسي، حاطه شويه تحت وشويه فوق، وكنت جايبه شلته من بتاعه الريسبشن، شلته جديده ما استخدمتهاش اصلا، كنت حطاها هنا في الرف. فكنت ملعبكه الدنيا شويه، فقلت خليني اكون منظمه واشوف في الاخر الشكل معايا هيطلع عامل ازاي. فلفيتهم بقى زي السندوتش كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا حاولت ان كلها تبقى طول واحد عشان لما اجي افتح الظرف او اقفلها ما تعصلكش معايا في المجرى وتضايقني. يعني لو لقيت ان الدفايه بتتلف معايا وهي طويله قوي زياده عن اللزوم، بقيت اطبقها زي ما انتوا شفتوا، اكيد شفتوا طبقتي ليها عامله ازاي، عشان انجز حالي بقى واخلص نفسي كده، لان تيتوية كانت صاحيه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فابتديت ألمع كل الرفوف مرة واحدة، وبعد كده هبتدي ان انا افرشها، يعني رف رف بقى كده هشتغل فيها، افرشه بالمفرش. وبرده يعني هلمع المفرش معايا كده على السريع. اول حاجة يعني بعد ما خلصت بقى كل الدفايات دي، لقيت ايه بقى واقع في قعر الشنطة، والحمد لله ان انا اخدت بالي. اسمها ايه لما صلى على النبي، البطاقات اسمها ايه، بطاقات الوحدة الصحية بتوع عيالي التلاتة، متخيلين؟ فالحمد لله ان انا لقيتهم، لان المفروض اصلا كان تطعيم تيتوية بعديها بكام يوم. فحمدت ربنا بقى، حطيتهم كده فوق مؤقتا عبال ما ابقى اشيلهم بقى يعني نفس ما كنت بشيلهم بالطريقة القديمة. اوحش حاجة يا بنات عملناها واحنا بنختار الأوضة دي، ان احنا ما خليناش لينا مثلا ايه درج بمفتاح او خزنة صغيرة. كان المفروض نتفق على الحاجات دي واحنا بنعمل الدولاب. فلو انتي عروسة او مقبلة على الجواز او بتغيري في عفش بيتك محتاجة ان انتي يعني تعملي حاجات جديدة وكده، خلي بالك ان انتي هتحتاجيها مفيش مفر من ايد العيال. يعني ربنا يا رب يحفظهم ويحميهم، يرحمكم الله يا لولي. ربنا يا رب يحفظهم ويحميهم. عايزة اقول لكم والله العظيم يا بنات، يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كل حاجة ايديهم فيها، كل حاجة. يعني حتى الادراج الداخلية بتاعة الدولاب بيفتحوها وبيفتشوا فيها، انما لو بمفتاح طبعا مش هيعرفوا يفتحوها. زي ما انتوا شايفين بقى عملت ايه. تاني رف على طول خليته للملايات، واللي بعده على طول للفوط. انا مش عارفه ايه اللي خلاني اعمل الفكره الغبيه دي، وبعدين اخدت مني وقت كبير قوي، وهرجع افك كل الكلام ده تاني وهعيد رصته من اول وجديد، وهتشوفوا في الاخر هرصهم بطريقه عامله ازاي. بصراحه انا بعشق حركات الدباديب، ان هي تبقى محطوطه على الفرش والحاجات دي بحبها. فهتشوفوا في الاخر وبقولوا لي رايكم. مسكت كل الفوط بتاعتي والبشاكير الكبيره اللي لسه مستخدمتهاش، والفوط الصغننه بتاعه الوش وكل حاجه، لفتهم رول كده وحطيتهم
حطيتهم وانا في حاجه غلط بقى، اللي هو انا مش مرتاحه اصلا. ابص لمنظر الدولاب كده حاسه شكله بقى وحش قوي، انا متعوده على الرصه القديمه بتاعته. المهم اتجذبت ورحت فكه الفوط كلها من اول وجديد، وابتديت ارتبهم بقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر ان شاء الله. بس انا حبيت ان انا اختصر لكم الفيديو عشان ما تزهقوش وتملوا. بعد كده بقى يا بنات، فتحت كده شنطة من ضمن الشنط بتاعة السفر اللي كنت شايلة فيها الهدوم الشتوي، وعلى طول كده ابتديت احطهم على الشماعة. هما كانوا متشالين بالشماعات بتاعتهم، فكان سهل عليا بصراحة، ما اخدوش مني وقت خالص. وطبعا كل حاجة في الدولاب اتلمعت واتنضفت وكل حاجة زي الفل، يعني انا كده بفرش على نظافة بمعنى اصح. اكتر حاجة برضو هتاخد معايا وقت، بقول لكم بصوا لايك بقى يعني مفيش اسهل من كده بصراحة. حاجات الشتوى دي ما خدتش معايا وقت خالص، وكمان فردت الحاجات الصيفي بنفس الطريقة ما خدتش معايا وقت برضو. دي شكل الدفايات. الحاجات الجديدة خليتها في كورنر كده لوحدها، والحاجات اللي بستهلكها وبستخدمها على طول برضو في كورنر لوحدها، عشان انتوا عارفين ان السريرين عندي نفس المقاس، وفي حاجات من هنا انا بستخدمها لغرفة الاطفال، فما لخبطش نفسي يعني. بس يعني عشان تبقى الحاجة سهلة على ايدي وبتبقى برصة ايديا كده. دي كده شكل الملايات، حطيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحاجات اللي مش بستخدمها او نادرا لما بستخدمها من تحت خالص، والاستهلاكي عليها بتبقى من فوق. هنا بقول لكم ان انا عاينة الطرحة بتاعة الفرح بتاعتي والتاج، متخيلين، محتفظة بيهم وشايلاهم بقى، وقلت هبقى عينهم كده في بوكس فوق مع نفسه. ده الرف بقى اللي فيه الفوط، قولولي رأيكم. تعتبر شبه الرصة القديمة بس مش قوي يعني، دي مغيرة فيها شوية، ومش حاطة فيها فوط كتير برضه، يعني مختصرة الموضوع كده، وتحسوا الدولاب متهوي نوعا ما. وحاطة برضه فيها اسمها ايه، اللهم صل على النبي، صابونة يا بنات. انا بحب قوي وسط حاجاتي تلاقوا نفتالين، تلاقوا مكعب مسك، تلاقوا صابونة عشان ريحة الفرش كده دايما تبقى حلوة. فده كده الشكل. بس بوريكم شكل الدباديب شكلها لذيذ ازاي، بس تيتوية صراحة مش سايباهم في حالهم. بس الناحية التانية بقى ما فرشتش حاجة غير هنا الشماعة بتاعة الصيفي والحاجات الخاصة. هنا بوريكم بس الجزء اللي هو بتاع الخروج اللي هو الصيفي، فرصاهم بالشكل ده. طبعا انا اللي مستولية عليها لوحدي، لان اغلبية الحاجة بتاع جوزي تيشرتات، فبتطبق وتتحط في رف عادي يعني، مش بيحتاج فيها شماعة. مش عارفة اخدتوا بالكم ولا لا، بس يعتبر الدولاب بتاعي متقسم لجزئين. يعني من فوق بيبقى الحاجات اللي هي بتاعة الخزين يعتبر، والاجزاء اللي تحت بقى لاستهلاكنا، المفروشات، الملابس، الحاجات كلها اللي احنا بنستخدمها والمفروض ان ايدينا بتبقى فيها على طول. طبعا انا هنا يعتبر ما فرشتش حاجات كتير لسه، عشان الحاجات التانية لسه في باقي الشنط بتاعة السفر. فحطيت بس كده البطانية دي لميتها كده في الكفر بتاعها عشان ما تتطربش، والجزء اللي جنبها فاضي قلت هستغل واجيب بوكسات واحط الحاجات فيها اللي انا مش بستخدمها او بخاف ان عمر يخربها. عايزه اقول لكم يا بنات والله العظيم انتوا مش هتصدقوا عمر عمل ايه. عمر حرق لي الخشب بتاع الدولاب، متخيلين؟ حرقه بسبب المكوة دي، فكان لازم ان انا ارفعها فوق بقى خالص، فرفعتها كده لغاية اما اشوف بقى هجيب بوكسات ولا احاول اتصرف من البوكسات اللي عندي والم دنيتي كده على قد ما اكيد يا اخواتي. بعد هدة الحيل دي مش هقف في المطبخ واعمل اي حاجة. الموضوع فعلا في الفرش بتاع الدواليب ده بيبقى صعب ومحتاج كمان صبر وطولة بال، ما معرفش تجيبيها منين، بس لازم فيها طولة بال. كنا محتاجين بقى شوية حاجات من البقالة، فبعمر الله يبارك له ايه وجب معانا كده وجاب لنا الحاجات اللي احنا عاوزينها. روق على العيال بعصاير، جاب لهم كمان تمر عشان خاطر يعني عمور ياكل منه كده. اي حاجة يعني ايه تبقى بدل قلة الاكل بتاعته وفي نفس الوقت تكون مفيدة. بس للأسف هو رافض ان هو ياكله خالص، ورافض ملمسه في بقه، يعني كل ما اجي اديله منه يقول لي عزكم الله، يعني يقول لي يا مش عارفه ايه وكده. وجايب لهم كمان بسكوت ومروق عليهم، يعني بسكوتات بقى وحركات وبتاع. وجاب كمان معاه عيش فينو وتونه، انا ماليش فيها قد كده، انا يمكن ما كلتهاش من ساعه ما كنت حامل، مش عارفه بقالي قد ايه، بس بقالي كتير قوي. وكان جايب ريد بول مش بيرضى يديني منها، وللاسف انا لما بشربها يا بنات بنام، معرفش ازاي، انا مش فاهمه ازاي. المهم شويه الحاجات دي بقى خلاص كده انا هاخدها كده وادخلها المطبخ، وهبتدي اعمل بقى سندوتشات عشان نتعشى. عايزه اقول لكم ان هو عشا في فطار.
كان لسه في حاجات في الشقة هناك ابو عمر كان بيجيبها، وكانت الدنيا متسحولة يعني، فعبل ما جه وخلص وكده كان النهار طلع علينا اصلا. عايزة ايه تاني؟ هي مش قصدها على فكرة، هي بحركات عشوائية كده. لولي قفشة في شعر تيتوي. ايوه كده يا بنت، عاوزاكي تطلعي لبط وتاخدي حقك منهم، ولاد الذين دول هياكلوكي. المهم يا بنات، مش قادرة اوصف لكم النمل ازاي منتشر عندي، مبهدلني النمل، مبهدلني يعني، لما بيصدق اي حاجة تتحط بيتلم عليها. ده من ناحية اللي هو المطبخ اللي هو اصلا موجود، يعني موجود واحنا جايين عليه، فبضطر ان انا امسك الحاجة وانضفها كويس واعينها بقى على الرخامة اللي هي اللي انتوا شايفينها، اللي هي لونها بتاعتي انا، اللي هي لونها رمادي دي. بس كده كنت جهزت خلاص السندوتشات، اخويا برضو كان عندي، وكمان عندي شيبسي ومخلل واي حاجة بقى تقضي الغرض وخلاص. وبس والله كده يا اخواتي، يعني ده كان فيديو النهاردة. في ناس بتحب الترتيبات والكلام ده، وبيحبوا كمان رصي للهدوم. فيا رب يكون فيديو النهاردة افادكم، ما تنسونيش بدعواتكم ولايكات كتير، وان شاء الله اللي جاي احلى. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامة يا احلى خلطته في الدنيا.